عايزاك تسأل نفسك سؤال بسيط جدا، بس في نفس الوقت إجابته هتبقى تقيلة عليك قوي. لو أنت دلوقتي لأي سبب اختفيت، سافرت، هاجرت، عمرك لا قدر الله خلص وانتهى لحد كده، يا ترى هتسيب في قلوب الناس مكان فاضي، ولا الدنيا هتمشي عادي كأن شيئا لم يكن، ولا حد هيفتكرك ولا هتأثر في حياة حد؟ ممكن يزعلوا عليك أو توحشهم يوم يومين، وبعدين خلاص هينسوك زي ما كل حاجة بتتنسي. أنا مش قصدي حاجة درامية والله، بس الحقيقة إن كلنا عايشين في سباق، بنجري على التزامات وشغل ومسؤوليات، وبننسى أهم حاجة، إن احنا نسيب أثر في حياة الناس اللي حوالينا، أو إن احنا نخلي اسمنا مخلد في الحياة. في 4 أنواع من الأثر، أو 4 طرق ممكن أسيب بيهم أثر في حياة الناس. وصدقني واحنا ماشيين كده في الطرق هتكتشف ان هي طرق سهلة وعبيطة، ولا محتاجة لا مجهود ولا وقت زيادة منك كتير. حاجات بسيطة جدا بوقت قليل جدا، بس هتفرق معاك وهتفرق مع الناس اللي حواليك. وهقولك ازاي هتفرق معاك اكتر ما هتفرق مع الناس اللي حواليك. يعني تعالى احكي لك كده على موقف حصل معايا من فترة قريبة. من فترة رحت كافيه أروق على نفسي أشرب حاجة، فكنت في مكان هادي فيه 3-4 ترابيزات بس، فكلنا مركزين مع بعض غصب عننا يعني. فلقيت البنت اللي جنبي قاعدة على الترابيزة اللي جنبي شكلها متضايق قوي، وحاطة مشروب قدامها غالبا تلج، وهي ولا شربته ولا فاكراه أساسا، ومش مركزة مع حد ولا اللي رايح ولا اللي جاي، كأنها مش في الدنيا. وفجأة لقيتها بتعيط بشكل هستيري، غالبا جالها انهيار وهي قاعدة، ولا حد برضو سألها مالك ولا حد عبرها. فأنا قمت كده خبطت لها على الترابيزة بشويش وقلت لها هو انتي كويسة؟ فلقيت البنت فجأة الدموع اختفت، ابتسامة قوية جدا، عينيها لمعت وفرحت قوي، وانا مش فاهمة هو ايه اللي اتقال اصلا لكل ده. فسألتها تاني هو انتي كويسة؟ قالت لي انت عارفة اني بقالي 3 ايام نفسي حد يسألني لو انا كويسة. وده هو النوع الاول من انواع الاثر، هو الاثر بالكلمة. كلمة انت ممكن تكون شايفها عادية جدا، انا ما قلتلهاش اكتر من سؤال احنا بنسأله يوميا عادي، هو انت كويسة؟ بس بالنسبة للبني ادمة دي اثر معاها جدا، لمجرد ان هي حست ان هي متشافة. هي كانت حاسة ان ملهاش قيمة ولا حد شايفها ولا حد حاسس بيها. فكلمة منك ممكن تأثر في حياة اللي قدامك، كلمة تقولها من قلبك تحسس اللي قدامك ان انت فعلا مهتم بيه وان انت شايفه وان له لازمة. تاني طريقة ممكن تسيب بيها أثر في حياة حد هو الأثر بالموقف. يعني ان انت تعمل موقف او تقف جنب حد وتساعده في موقف محدش وقف معاه فيه، او الناس كلها وقفت بطريقة وانت وقفت بطريقة مختلفة تماما فرقت معاه بجد. يعني تعالوا مثلا نتكلم عن أبسط المواقف اللي بنقابلها كل فترة. احنا جروب صحاب لينا علاقات كويسة مع بعض، قريبين من بعض، بنخرج وبندخل وعايشين حياتنا سوا. فجأة واحد فينا اختفى، ما بقاش عايز يرد على التليفون، نيجي نكلمه نقول له انزل معانا يقول لك لا اصل ماليش مزاج، اصل تعبان، بيدينا كل شوية حاجة واعذار، او يختفي فجأة بدون اي مقدمات. وهنا بيظهر 3 انواع من الشخصيات. النوع الاولاني بيقولك يا عم ما تسيبك منه بقى، هو لا عايز يسأل ولا عايز يتكلم، خلاص براحته، مش عايز ينزل معانا عنه ما نزل، ده راجل خنيق اصلا. النوع التاني بيقولك لا يا جماعة، ممكن يبقى عنده مشكلة، احنا نسيبه لوحده ويهدى خالص وياخد فرصته، ووقت ما يجي يتكلم معانا او يحب يرجع يندمج معانا تاني تمام، انا فعلا مسامحه ومش زعلان منه. اما النوع الثالث اللي هيفرق مع الشخص ده بجد، هو النوع اللي هيرفع عليه سماعة التليفون ويسأله من غير ما يلومه ولا يعاتبه ولا يحسسه ان هو متضايق منه، ويقول له مالك يا ابني، هو انت كويس؟ انا مش عايزه اعرف فيه ايه، مش عايزه اعرف تفاصيل ولا عايزه اتدخل في خصوصياتك، بس انا عايزه اطمن عليك عشان قلقان عليك، انت كويس؟ انت تمام؟ وتأكد ان انت لو فيك اي حاجة انا سند وظهر وجنبك وما تقلقش، وانا واقف معاك حتى لو انت مش عايز تقولي الاسباب. وفي نفس الوقت الشخص ده زي ما احترم خصوصيته، فلو البني ادم اللي قدامه اتحرك فبدأ يقوله اي اسباب او مبررات باين جدا ان هي كذب، اعمل نفسك مصدقه، شيل من عليه ضغط انه يقعد يبرر ويقول لك اسباب ويقعد يوجع نفسه ويخاف من اللوم.
انت جاي تكلمه علشان تساعده وتحسسه ان في حد جنبه، مش علشان تضغط عليه اكتر. اللي احنا قلناه في موقف بسيط قوي زي صاحبك اللي اختفى، طبقه على كل حاجة في حياتك، على اي شخص انت ممكن تساعده، سواء الشخص ده عزيز عليك او لا، فارق معاك او لا، انت اصلا تعرفه كويس ولا ما تعرفوش. مجرد بني ادم انت ممكن ان انت تساعده، او هو في موقف محتاج مساعدة دلوقتي، في فرح او في حزن، اقف جنبه وخليك معاه. اعمل ده لوجه الله، وهتلاقي ان انت بالطريقة دي مش بتساعده هو بس، انت كمان بتساعد نفسك. انت هتبقى بتساعده هو ان هو فضفض، او ان حس بالامان او الراحة، او ان في معاه ظهر وسند. لكن انت من ناحية تانية هتبقى ساعدت نفسك، ان انت حسيت انك ليك قيمة، انك بتفرق في حياة حد، ان احساسك كده ان انت كبير قوي عند حد ووجودك بيفرق. ده لوحده هيخليك انت مرتاح نفسيا، وهيحسسك بقوة شخصيتك، وهيحسسك ان انت عندك كاريزما كده من نوع مختلف تماما. تالت نوع من انواع الاثر، وده اهمهم، هو الاثر بالقيمة. خلي عندك كده قيمة أو مبدأ معين مختلف عن أي حد تماما، حاجة أنت بس اللي معروف بيها. زي كده لما نقعد نقول الله يمسيه دكتور أحمد بالخير، ده بني آدم قمة في الأمانة. أو أستاذة سعاد، هو في زي أستاذة سعاد في التزامها واحترامها. خلي معروف عنك قيمة أو مبدأ معين أنت اللي تختاره لنفسك، كل ما يجي اسمك الناس تفتكرك بيه وتعرفك بيه. أبسط المواقف اللي احنا بنمر بيها يوميا، هتلاقي نفسك كل يوم الصبح في قعدة المكتب، ولا في الزيارات العائلية، ولا على جروبات الواتساب واحنا قاعدين بنرغي مع بعض، جايبين في سيرة حد وماسكين نقطع في فروته. كل واحد عمال يقول اخر الابديتس اللي وصلت له عن الشخص ده، وعمال يباهى بالمعلومات اللي هو يعرفها، وبنتسابق مين فينا يعرف معلومات جديدة مفيش حد تاني يعرفها. ببساطة خليك انت البني ادم اللي في القعدة دي اللي بيقول ده الخلق للخالق، بس بتقولها بجد، مش بعد ما تبقى عرفت كل المعلومات اللي عايز تعرفها، ولا لسانك فلت وما قدرتش تمسك المعلومات اللي عندك. لا، انت بتقول ده الخلق للخالق بجد، وبتحاول ان انت تغير الحوار. لو جربت مع الناس اللي انت قاعد معاهم مرة والتانية والتالتة وهم بيرفضوا ان هم يبطلوا نميمة او ان هم يغيروا الموضوع، ابدأ اسحب نفسك من القعدة. مرة تلكك ان انت عايز تدخل التويلت، انت معاكي مكالمة عايزة تقومي تعمليها، المهم ان انت تخلص من القعدة دي، ويبقى باين قدام الناس ان انت عندك قيمة معينة. القيمة دي ان انت ما بتحبش تجي في سيرة الناس، وان انت بتحتفظ بالاسرار، وان ما عندكش الحتة بتاعة الغيبة والنميمة. وهنا هيظهر 3 انواع من الناس. النوع الاولاني اللي هيشوفك اوفر وخنيق وعامل فيها انك مستشيخ قوي يعني. النوع ده ما يفرقش معاك في حاجة، هو كده كده متوقع انه زي ما بيتكلم على الناس هيتكلم عليك وهيتكلم على غيرك، واصلا محدش هياخد على كلامه لان هو معروف عنه ان هو بتاع كلام. فانت كبر دماغك منه وما يفرقش معاك في حاجة. النوع التاني هتلاقيه هيفكر ما بينه وما بين نفسه في تصرفاتك، وهيشوف ان انت جريء قوي ان انت عرفت تعمل كده، بس قدامك هتلاقيه مرة بيتريق عليك، المرة التانية بيتريق عليك، المرة التالتة بدأ يحس على دمه شوية، المرة الرابعة هيتجرأ ويستخبى ويعمل زيك ويقوم من القعدة بأي تلكيكة. فالشخص ده انت هتبقى منعته عن عادة غلط هو بيعملها، مش بس غلط، دي غلط وحرام. اما بقى النوع الثالث ده اللي ما كانش في دماغه الموضوع اصلا، هو حاسس انه مجرد يعني بيحكي قصص وبيتكلم وبيتسلى بقصص بيسمعها، مش في دماغه ان هو بيعمل حاجة غلط او حرام. فبتصرفاتك او بكلامك هيبدأ ينتبه ان هو بيعمل حاجة غلط، فساعتها ممكن من اول مرة يراجع نفسه ويقرر ان هو يوقف اللي بيعمله. فانت هتكسب فيه ثواب ان انت خليته بطل حاجة حرام، وان انت علمته عادة صح. بالطريقة دي هيبقى انت سبت اثر بقيمة بجد، سبت اثر في ناس كانت عايزة تعمل حاجة بس مش متجرأة فعملتها، سبت اثر ان انت غيرت من تفكير ناس وغيرت من طريقتهم. والاهم من كده ان انت كسبت نفسك وكسبت احترامك لنفسك واحترام الناس ليك، لان في اي وقت الناس هتبقى عارفة لو جت سيرتها قدامك
انت هترد غيبتهم كويس قوي، وعمرك ما هتتكلم عنهم ولا تسيب حد يتكلم عنهم. وعارفين برضو ان لما تيجي سيرتك انت في اي قعدة محدش هيقدر يتكلم عنك بحاجة، هيتقال عنك ان انت انسان محترم ليك قيمة ومبدأ معين وماشي عليهم طول حياتك. وفي كمان اللي هيقول الله يمسيه بالخير، ده علمني حاجة عمري ما جت في بالي قبل كده. النوع الرابع من انواع الاثر هو الاثر بالوقت. اوقات وجودك لوحده بيبقى كفاية. في ناس في حياتنا مش محتاجة أكتر من 10 دقايق مننا في اليوم نسمعهم، بس نسمعهم بجد، نسمعهم من قلبنا، نسمعهم من غير ما نحسسهم إن إحنا مخنوقين أو إن هم تقال علينا أو إن إحنا مستعجلين وورانا 100 حاجة وعايزين نخلص. وخلينا هنا نقول إن في 5 أنواع من السمع. النوع الأولاني هو الاستماع بتجاهل. انت بتسمع حاجات من غير ما تقصد ان انت تسمعها اصلا، زي لو انت قاعد في الأوضة فسمعت من الشباك صوت كلاكس عربيات، ناس بتتخانق، مشغل تلفزيون جنبك ومش مديله ودنك، حاجة بتزن وخلاص، سمعت ألارم بيرن مش بتاعك أساسا فما انتبهتلوش. ده اسمه استماع تجاهلي أو التجاهل. في ناس للأسف بتسمع الناس اللي حواليها بطريقة التجاهل، بالظبط كلاب بتهوهو جنبهم، هو سامع كأنه مش سامع، ناس عمالة بتتكلم ولا هو سامع انت بتقول ايه، ولا محسسك اصلا ان هو سامع، ولا حتى بيضحك عليك ويهز راسه، انت جيت زي ما جيتش. تاني نوع من انواع الاستماع هو الاستماع التظاهري، اللي هو انا قاعده قدامك ومحسساك ان انا سامعاك وبحاول اتفاعل معاك، بس في الحقيقه انا مش سامعه اي حاجه. يعني طول ما انت قاعد بتتكلم انا بقولك تمام، بجد ده حصل، بس انت لو جيت سالتني كمان 3 ثواني احنا كنا بنتكلم في ايه، والله ما هفتكر ان انت كنت بتتكلم اساسا، مش هفتكر انت كنت بتتكلم في ايه. فده النوع التاني. تالت نوع من انواع الاستماع، وده النوع الاسوأ على الاطلاق، هو الاستماع الانتقائي، اللي هو انت قاعد بتكلمني كلام كتير جدا وبتحكي كل اللي انت حاسس بيه، او بتكلمني في موضوع مهم قوي بكل تفاصيله، فانا امسك في كلمة واحدة انت قلتها واعلق عليها واسيب باقي كل الكلام وارميه في الزبالة ولا كأنك قلت حاجة. ده بالظبط احنا قلنا عنه مثال في ريل، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنت او هسيبه لكم في الاي اللي بتظهر فوق على اليوتيوب عشان ما نطولش الفيديو. بس بتبقى المشكلة باختصار ان انت بتمسك في كلمة واحدة تلوم الشخص ده عليها او تناقشه في تفاصيلها وتسيب باقي كل الكلام اللي هو قاعد يهاتي ويتكلم فيه، فبتحسسه بعدم الاهتمام. النوع الرابع من الاستماع هو الاستماع بانتباه. يعني انت جيت تحكي لي على مشكلة فانا سمعتك كويس جدا، او بتحكي لي على اي حاجة انا سمعتك كويس جدا وفهمتك وبدأت احلل الكلام اللي انت قلته لي وبدأت ارد عليك او انصحك لو انت بتكلمني في مشكلة. في ناس كتير بتشوف ان ده احسن نوع من انواع الاستماع. في الحقيقة هو مش احسن نوع، هو نوع كويس قوي لو انت بتعرف تعمله، لان مش ناس كتير بتعرف تسمع بتركيز وتهتم، فلو انت عملت كده ده خير وبركة. بس لو انت عايز تسيب اثر في حياة الناس بجد لازم تعمل النوع الخامس، وهو الاستماع العاطفي او الاستماع بتعاطف. في النوع ده انا مش بس بسمع كلامك، لكن انا بسمع كلامك وبسمع معاه مشاعرك. يعني لو انت جيت تحكي لي مشكلة فانا سمعتك من نوع اللي هو الانتباه، هتلاقيني قلت لك تمام انا فهمتك، تعالى بقى نلخص كل اللي انت قلته ونبدأ نحط حلول مع بعض. انا من رأيي الحل 1 2 3 4. لكن لو انا بسمعك بتعاطف هتلاقيني بقول لك ايه ده، كل ده حصل بجد، الله يعينك على اللي انت شفته، انا حاسه بيك على فكره وفاهمه كل كلمه انت بتقولها. بص خلينا كده نقعد نفكر مع بعض ونطلع حلول، وابدا اقول له نفس الحلول اللي انا قلتها في الانتباه عادي، ما فيش اي حاجه جديده خالص، وفي الاخر اقول له انا كده حاولت اساعدك على قد ما اقدر، بس خليني اتابع معاك كده، ولو في جديد بلغني اول باول، وانا برضو هسأل عليك وهفضل متابعة معاك. مفيش حد فينا ما بيحبش ان حد يكلمه بالطريقة دي، ان حد يتعاطف معاه ونحس ان اللي قدامنا بيتعاطف معانا بجد، مش بيفيك او بيمثل او بيحاول يبين لنا يعني ان هو حاسس بينا.
غالبا اصلا وانا بتكلم دلوقتي انت هتفتكر شخص او اتنين كلمك بالطريقة دي واثر في حياتك وانت مش قادر تنسى الاثر بتاعه. خليك انت بقى الشخص ده، الشخص اللي الناس بتحب تفضفض معاها حتى لو انت ما لقيت لهمش حل لمشكلتهم او هم عندهم مشكلة ملهاش حل، بس مجرد بيحسوا بالراحة والأمان والطمأنينة إن أنت موجود في حياتهم وإن أنت بتسمعهم. أنت في الحالة دي ما عملتش أي مجهود ولا خدت أي حاجة غير شوية وقت قد كده سمعت فيه الناس وحاولت إن أنت تتعاطف معاهم. ملخص كل اللي أنا جاية أقوله النهاردة ان الاثر اللي انت بتسيبه في حياة الناس اللي حواليك حتى لو انت ما كنتش تقصد، لان ناس كتير مننا هتلاقيها بتعمل ده بشكل تلقائي، بتسيب اثر في حياة اللي حواليها وليها كده طمأنينة خاصة وكاريزما خاصة في حياة الناس من غير ما تقصد ان هي تعمل ده. المهم ان الاثر اللي انت بتسيبه في حياة الناس بيتردلك بقلوب بتدعي لك، نفوس بتفتكرك بالخير، انك تقابل ناس كده بعد فترة وتكتشف ان انت زرعت جواهم قيمة او احساس معين فرق معاهم وفرق في حياتهم. تخيل انت لما تقابل ناس تقولك ان انت بتفرق معاهم بجد او ان هم حبوك او بيحسوا معاك بالراحة، ده هيعمل فيك انت ايه؟ ده هيحسسك انت بالطمأنينة ازاي وهيقوي شخصيتك ازاي. ولو عايز تعرف كده بطريقة بسيطة وخطوات عملية، خطوات 1 2 3 ازاي تسيب اثر في حياة الناس اللي حواليك وتكون فارق معاهم، او اصلا تعرف ايه الاثر اللي انت عايز تسيبه او اللي ممكن تفرق بيه في حياة الناس، اعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب واعمل لي فولو على الفيسبوك عشان خلال يومين بالظبط هنزل لك فيديو فيه 5 خطوات عملية لو عملتهم وكتبتهم كده في ورقة هتعرف تسيب أثر في حياة الناس من غير ما تعمل أي مجهود. مش بس كده، انت هتسيب الأثر اللي انت عايز تسيبه يكون خاص بيك انت بس، لأن مش كلنا عايزين نسيب نفس الأثر في حياة بعض. فتابع معايا واعمل لايك واعمل شير لاصحابك علشان هما كمان يستفيدوا بالفيديو، واستنى من الفيديو جاي خلال يومين بالظبط على اليوتيوب وعلى الفيسبوك.